السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف سعادة، وبتوحشوني بتوحشوني 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 من الفيديو اللي فات للفيديو ده. ويلا نبتدي الفيديو القوي الحماسي اللي كله طاقة إيجابية، ونشوف في الفراخ المقرمشة بتاعتنا رايحة لغاية فين. رايحة في حتة تانية خالص. والله العظيم في حتة تانية خالص. معقولة في الكلام دوت؟ يعني انا جايلي ضيوف على فجأة، وانا عشان اعمل فراخ مقرمشة او ما اعملها في ربع ساعة وتطلع بالجمال ده؟ طب ازاي؟ صاحبتي المجنونة القروبة القرشانة قالت لي حطي المية السخنة على الفراخ، ولا هتحتاجي نقع ولا هتحتاجي تقعديها ساعتين تلاتة زي الناس ما بتعمل، وتقعديها يوم كامل وتبيتيها. الكلام ده خلاص خلاص مفيش الكلام ده. انسي الكلام ده خالص. لو جايلك ضيف او جايلك ناس ونفسها تاكل فراخ مقرمشة عندك، تعملي الخطوات اللي هنعملها دي مع بعض. هتعملي ايه؟ هنعمل الفراخ 2 كيلو من الدبابيس الجامبو كده. تجيبي الدبوس وتفتحيه زي ما انت شايفة كده بالظبط. هتفتحيه من العظمة، يعني هتفرغي اللحمة من العظمة. تمام تمام. طب ليه انت بتعملي الحركة دي؟ عشان الحركة دي هتسرع معانا في نقع الفراخ، ومش هتاخد منك غير ربع ساعة، مش زي زمان وزي الطرق التقليدية ان احنا ننقعها من بالليل وتاني يوم الصبح نعملها. مفيش الكلام ده. لو جايلك ضيف على غفلة وعايز ياكل من ايدك فراخ مقرمشة، مش هتحتاجي دلوقتي تقعدي تنقعي بالساعات والايام والاسابيع والكلام اللي احنا شايفينه ده. لا خالص خالص. انسي انسي انسي. تعالي هنا بقى وشوفي هنعمل ايه. زي ما شفنا كده فتحنا الدبابيس بتاعتنا، واهم حاجه تكون دبابيس جامبو مليانه لحم كده مقلبص جميل. وتبداي بقى تجيبي البهارات بتاعتك، الملح والفلفل والسبع بهارات والثوم باودر بصل باودر بابريكا، والتوابل العاديه بتاعتنا اللي بتخلي الفراخ رايحه في حته تانية خالص. والله العظيم في حتة تانية خالص. اللي وصلت معايا لغاية هنا بقى تحط اللايك والاشتراك والكومنت الحلو منها لو أول مرة تشوفني، فضلا وليس أمرا. حطينا التوابل بتاعتنا وظبطنا كده الدنيا. نبدأ بقى نجيب توابل فراخ، وأهم حاجة هنا مكعب الماجي ما تنسيهوش. تمام تمام. التوابل بتاعتنا ايه؟ ملح وفلفل، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، توم باودر بصل باودر بابريكا، وبهارات فراخ. ونبدأ ننزل بالمية السخنة على الفراخ. المية السخنة على الفراخ والله العظيم زي ما بقول لكم كده. والله العظيم والله مجرد ان انت تحطي المية السخنة على الفراخ النية بتاعتك كده، ومكعب الماجي، حبة السكر بقى اللي هيخلوا الفراخ معاكي مسكرة ودايبة دوب مع المية السخنة. والله العظيم حبة السكر دولت هينقلوا لك الفراخ نقلة تانية خالص. يلا كده بقى نسيبها معانا 5 دقايق على عين البوتاجاز بقى على نار هادية، وسيبيها بقى مع نفسها. تمام تمام. نبدأ بقى نعمل ايه؟ سلطة الكولسلو بتاعتنا. انتوا عارفين طبعا ان الاكلة دي بتعشق سلطة الكولسلو. يعني لما تعملي فراخ مقرمشة يبقى لازم جنبها سلطة الكولسلو. وعشان نعملها زي المطاعم، تجهيزاتها وتحضيراتها ايه؟ هيبقى معايا كرومباية من عند الراجل. يعني تجيبي كرومباية بتاعت السلطة، وتجيبي الجزر بتاعك وتقشريه وتغسليه جيدا، وتبدأي تقطعيه بقى على البلانشة بإيدك، تقطعيه في الكبة. بس أنا عشان مستعجلة الكبة بتاعتي أسعفت معايا إن هي بشرت لي الجزر وبشرت لي الكرنباية بتاعتي. تمام تمام. هنبدأ نعمل ايه دلوقتي؟ بنقشر الجزر وهنغسله جيدا ونلم بقى حوالينا. تمام. وننضف حوالينا ونقوم جايبين الكبة بتاعتنا. تمام. نبشر الجزر ونبشر الكرنب بتاعنا، ونبدأ بقى نحضر المبشرة اللي هي الصغيرة. في كبيرة وفي صغيرة من مبشرة. فاحنا خدنا الصغيرة وبشرنا فيها كمية الجزر بتاعتنا وبشرنا الكرنب بتاعنا. تمام. نبدأ نخلص الكمية كلها. تمام. وعايزة اقول لكم ان سلطة الكولسلو ليها تكات كده وحركات وظبطة معينة. لو عملتيها هتطلع معاكي اشهر من، بصوا، من
اشهر، يعني هتطلع احلى من اشهر محلات فيك يا مصر والله العظيم. ولا هتحتاجي بعد كده تاكلي فراخ مقرمشه من بره وسلطه الكولسلو، عشان انتوا عارفين ان العيال بتعشق الاكله دي. تمام تمام. كل ده انا الفراخ معايا على عين صغيرة، بعد ما حطيت لها المية السخنة سبتها على عين البوتاجاز بقى على نار هادية صغنونة قوي قوي قوي، يا دوبك بس بتغلي اول غلوة واقوم طافية عليها. تمام تمام. انتوا عارفين ان طريقة الفراخ المقرمشة دي الطبيعي بره في المحلات هم بيقلوها نية، بس احنا يعني شوية كده يعني تفاصيل ورغي شوية، بس مهم جدا جدا ان احنا نعرف الحاجات دي. انا مطبخي او في اي مطبخ اي ست بيت مصرية عادية، احنا ما عندناش التجهيزات اللي بتبقى في المحلات. عندهم بيبقى قلايات كده ليها درجات حرارة معينة، ليها سيستم كده معين، فبيحطوا الفراخ نية فيها فبتستوي وبتبقى معاهم السوى، بتاخد السوى الكامل. انما احنا في مطبخنا لازم نعمل حيل كده وحاجات لازم نعملها عشان تطلع فراخ مقرمشة زي بره. تمام تمام. خلينا متفقين ان احنا بنعمل حاجات عفوا، بنعمل حيل كده او بنعمل حاجات بنخلي الفراخ بتاعتنا مقرمشة زي بتاعت بره بالظبط، ونفس الطعم وبالنظافة وبالشياكة وبالجودة بتطلع زي بره بالظبط. نجيب بقى هنا ايه، احنا بشرنا الجزر، بشرنا الكرنب. ناخد بقى الكرنب بتاعنا، والكمية اللي انتوا شايفينها دي ما تفتكروش انها كبيرة وكتيرة، لا ده هو الكرنب بتاعنا هيهدى خالص، هيهدى من النفشة اللي هو فيها دي، هيهدى خالص بعد ما نحط له التوبنج بتاعه. التوبنج ايه بتاعنا معانا؟ اول ما اعمل التوبنج بس هحط الرز بتاعي، انا معايا رز بسمتي، هنقعه في ميه سخنه وهنقعه في حبه خل عشان الحبايه تطول معايا وما تاخدش سوا معايا على البوتاجاز. نضفت رخامتي، نضفت حالي. تعالوا بقى نجيب هنا كوبايه الزبادي وقبلها كوبايه لبن. تمام، كوبايه الزبادي كبيره عليها كوبايه لبن، واي كميه مايونيز انت حباها حطيها. انا حطيت هنا حبه كده محترمين، ونبدأ ننزل بكوباية لبن. تمام، ونبدأ ننزل بالعسل، وننزل بذرة الملح، وننزل بحبة خل معانا. وطبعا هندوق بقى مع بعض، لو عايزة عسل تاني هنحط لها، لو عايزة تاني بقى نحط سكر. تمام تمام. انا عايزت معايا تاني بعد ما طلعتها من التلاجة لقيتها كده دلع سنة، فقمت حاطه لها سكر كمان. تمام تمام. نقلب بقى كل الكلام ده كله ونبدأ نضيفه على الكرنب والجزر بتاعنا، وكده أصبحت معايا سلطة الكولسلو جاهزة على الأكيلة. والله العظيم. نجيب بقى بولة، بصوا الجمال، خطيرة. نجيب بقى كل ده هنا ونحطه بقى في التلاجة عقبال ما نعمل الفراخ بتاعتنا والرز. الرز معايا منقوع، يا دوبك بس هنعلق عليه ونعمل له كده تريكات بسيطة النهاردة. بصوا ما شاء الله، ندوق ندوق، خطيرة. بصوا الفراخ بقى بسم الله ما شاء الله، بعد ما اتنقعت وهم 5 دقايق قلبت قلبة كده على البوتاجاز، بقت خطيرة. لايك بقى، لايك بقى وشير لو عجبك الفيديو مع أصحابك عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين، وكومنت حلو منك عشان بيساعدني كتير قوي قوي قوي. وننشل بقى الفراخ بتاعتنا. تمام، وكده جاهزة على القلية، ونعمل لها الكفر البيتي معانا اللي هيطلع مقرمش وخطير ولونه جبار. بس نعمل الأول الرز معانا. تمام، هنجيب بصلاية، هنبدأ نشوحها بسمنة بلدي وحبة زيت، عشان الزيت هنا مهم بيفلفل كده الرز معايا حتى لو بسمتي. ونبدأ بقى ندي للبصلة دي معانا لون. ليه عايزة أدي للبصلة لون؟ لأن أنا عايزة طعم الرزاية يبقى مسكر ولونها بني كده خفيف قوي، يعني اوف وايت كده. تمام تمام. أول ما تتحمر معايا هبدأ أنزل على طول بالرز البسمتي بتاعي. تمام كده تمام كده. وده بيرجع لذوقك انت بردك وطلبك في البيت واختياراتك انت في الاكل.
ممكن تستبدلي من البصلة خالص، ويا دوبك تشوحي الرز في سمنة بلدي وتضيفي له مية سخنة وملح، ويبقى معاكي رز ابيض، وتبدأي تضيفي له الزعفران في الاخر. بس انا حبيت ان الرزية بتاعتي تبقى مسكرة، تبقى جميلة، البصلة بتديله تسكيرة ولون كده مش عارفه اقول لكم، بيروح في حته تانية خالص. والله العظيم. حطي له بقى ملح وفلفل وسيبيه بقى يستوي، وهننزل على الرز في الاخر ببودرة زعفران متدوبة بشوية مية في الاخر. ظبطنا ملحه، ننقله على عين بقى صغيرة يستوي براحته، ما تكتريش المية عشان احنا نقعينه حبة كده محترمين عشان ما ياخدش معاكي سوا. نيجي بقى للفراخ، ونيجي هنا للكفر بتاعنا. هنحتاج ايه في الكفر بتاعنا هنا بقى؟ يلا تعالي معايا، جيبي لك طبق كبير وجيبي دقيق، هنجيب نشا، هنجيب بيكنج باودر، اهم حاجة البيكنج باودر، ونحط حبة نشا محترمين. ونيجي هنا بقى لتتبيلة الفراخ البريستو المقرمشة، هنحط لها كده معلقتين 3 عشان نبهر بيهم الدقيق بتاعنا. تمام. البهارات دي شارياها من على النت، بهارات فراخ بروستو، بس بتخلي لك الطعم في حتة تانية خالص. والله العظيم في حتة تانية خالص. بهري بقى دقيقك كده وقلبيه، ونبدأ بقى التوبنج اللي نقعنا فيه الفراخ ده بقى هو التغميزة اللي هنغمس فيها الفراخ، وننزل في الدقيق ونغمس في المية ونحط في الدقيق. ولو عايزة تعملي كمان اعملي براحتك زي ما انت حابة، بس انا استكفيت بمرتين كده وهتبقى معاكي ممتازة. تمام. كده بقى نخلص الكمية كلها ونرجع مع بعض نشوف واحنا بنحمر شكلها ايه. كده بقى بسم الله ما شاء الله بقت معايا روعة. نكون بقى مسخنين طاسة محترمة فيها زيت غزير سخن جدا، نبدأ بقى نقلب من تحت لفوق ونطلع على مصفى. ما تطلعيش الفراخ المقرمشة على ورق مناديل، تمام، لانها هتطرى منك، ودي خطوات وحركات اساسية وحاجات كده خبايا لو عرفتيها عن الفراخ المقرمشة هتطلع معاكي روعة. طبعا دي بودرة الزعفران حطيناها على الرز بتاعنا، ونبدأ بقى نطلع الفراخ بتاعتنا في مصفى. تمام، في مصفى، ايوه في مصفى، اوعي تطلعيها على ورق مناديل، هتفشل منك الوصفة وهتبوظي كل اللي انت تعبتي فيه. تمام. حمرنا بقى فراخنا كلها، وتعالوا بينا بقى نغرف ونشوف بقى الرز وسلطة الكولسلو والحاجات القمر اللي احنا عاملينها دي، وضيوفنا هيقولوا لنا ايه عليها. بس بقى هنطلع الفراخ بتاعتنا خلاص. تمام. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، لونها تحفة. تعالوا بقى بصوا بقى سلطة الكولسلو هبطت خالص. وادي الرز بتاعنا، عملنا كده بقى حبة رز نفرده بقى في الصينية بتاعتنا، ونبدأ نجيب الفراخ بتاعتنا القمر ونرصها، وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم الصافية الطيبة، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب جميعا. تعالوا بينا بقى يلا ناكل. تعالوا بقى بصوا الرز القمر وبتفاصيل بسيطة جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيك؟ سلطة الكولسلو هنا، بصي يا لوجي. انت هتعذبينا بقى، احنا عايزين ناكل احنا كمان. عاملاها لك والله عشان عارفة بس ان انا بحب الكوليسترول. خلاص يا ماما انا عايزه اكل يا ماما، انت جوعتيني. هقول لكم بقى باي باي في حلقة جديدة من عائلة ماما روما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.